أنت يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندك خلوات مع الله؟ هل تخلو مع الله؟ هل عندك ساعة من الليل؟ هل عندك ساعة من الضحى تذهب إلى مكان تبقى لوحدك مع الله، تصلي صلاة الضحى، تراجع نفسك، تستغفر، تقرأ شيء من القرآن لوحدك، لا يعلم بعملك إلا الله عز وجل؟ هل عندك خلوة في الليل إذا نامت الزوجة والأولاد؟ كان بعض السلف ربما يبكي السنين على فراش الزوجية وزوجته لا تعلم، لأنه يخلو مع الله في البكاء والمعاملة. دخلت امرأة على زوجة الإمام الأوزاعي فوضعت يدها على الفراش وإذا فيه ماء، قالت: يا امرأة، كيف يكون الصبي يبول في مكان الإمام الأوزاعي؟ ما نهيتم الطفل؟ ما تنبهتم للبول؟ قالت: إن هذا ليس بول، إن هذه دموع الإمام، يقوم الليل ويبكي فتبتل الأرض من دموعه. إذن أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الخلوة. حنا يا أخوة الكرام نحتاج إلى الخلوة، أقسم بالله نحتاجها اليوم مرة، نحتاج جدا ضروري، لأن كل حياتنا ما فيها خلوة. هذا واتساب وهذا فيسبوك وهذا تويتر وهذا رسالة وهذا استقبال وهذا إرسال. متى أخلو مع الله؟